أسامة سرايا ظل محافظا على وفائه للرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه، ولم يتحول أو ينافق الثورة مثل ما فعل الكثيرون. إنه أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام الأسبق، والذي تقلد رئاسة تحرير الجريدة العريقة في الفترة من يوليو 2005 خلفا لإبراهيم نافع، حتى تمت الإطاحة به بعد الثورة في مارس عام 2011. رغم اختلاف الكثيرين معه، إلا أن مواقفه بعد الثورة وصفت بالجريئة والواضحة وعدم التلون، وذلك بعد أن قال إن التاريخ سوف يكرم مبارك ولن يظلمه مثلما نظلمه نحن الآن، فالتاريخ لن يقسو عليه مثل ما يحدث الآن. أسامة السيد سرايا من مواليد 24 من مارس عام 1952، وخريج كلية الإعلام عام 1975. بدأ سرايا مشواره الصحفي كمحرر اقتصادي بالأهرام، ثم رئيسا للصفحة الاقتصادية منذ عام 1988 وحتى عام 1992، حيث سافر للمملكة العربية السعودية ليعمل كمدير لفرع الجريدة هناك، ثم عاد من السعودية ليتولى رئاسة تحرير مجلة الأهرام العربي منذ عام 1998 حتى وقع عليه الاختيار لرئاسة تحرير الأهرام. إذن عندما تحاور شخصا كأسامة سرايا لابد من أن أسرارا جديدة قد تكشف للمرة الأولى، وأجرأ كلام سيقال بالتأكيد. بعد الفاصل ابقوا معنا.